تخيل معايا كل قطمة من البصل اللي بتاكلها مليانة مركبات كبريتية حادة. بس ايه اللي بيحصل جوه جسمك في اللحظة دي؟ هفاجئك. أول ما بتقطم البصلة جسمك بيبدأ برد فعل، والمريء بيستقبل المركبات دي على طول بدون ما تتغير، والمعدة بتحس بالتهيج، وده بيخلي إنتاج حمض المعدة يزيد شوية، والجسم بيجهز نفسه للدفاع. مش بس كده، المركبات دي بتدخل للدم والدورة الدموية وتتغير محليا، والقلب يرد بمعدل أسرع، والدم بيوصل لكل جزء في جسمك، والدماغ يستقبل إشارات حسية، وتركيزك بيقوى، وعينك تبدأ تدمع عشان الغدة الدمعية شغالة بكل نشاط، والكبد بيبدأ يشتغل على تفكيك المركبات دي والتخلص منها، والأمعاء بتتحرك بسلاسة بفضل ألياف البصل، والهضم بيبقى أسرع. حتى خلايا المناعة شغالة بتتفاعل مع المركبات المضادة للبكتيريا، والأوعية الدموية بترتاح، والدم بيجري أحسن من الأول. كل حاجة بترجع تتوازن بعد شوية. والبصل في البداية بيجهد جسمك، بس بعد كده بيدعمه، وجسمك بيبقى قوي وطبيعي ومليان نشاط. جسمك كله بيستفيد من القلب للدماغ للكبد والأمعاء، كله في أفضل حالاته. هل بتحب البصل ولا لأ يا صديقي؟ اكتبلي في التعليقات. وأتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك والشير، دعمكم سبب الاستمرار.